مبروك يا رجاله التأهل لدور الثمانية، بس انا عندي 3 4 كلمات واقفين لي هنا بجد والله. ما ينفعش تشوف شوبير بالاداء ده وترجع تاني للشناوي. مفيش حاجه اسمها شناوي في الدوري وشوبير يقف في افريقيا، مفيش حاجه اسمها كده يا جدعان. عايز اقول على حاجه، احنا لبسنا المدرب ده بجد والله العظيم. انت ولا ليك شكل دفاعي ولا ليك شكل هجومي. انا مش عارف احنا بنلعب ايه والله العظيم ثلاثه. ده لو دفاع مصيبه، لو انت بتلعب دفاع فدي مصيبه، لو بتلعب هجوم فانت مش عارف تبني هجمه، انت مش عارف تروح على الجول. انت حتى الهجمات المرتده بتاعتك بطيئه جدا. ده بيديني احساس ان انت ما عندكش حلول، اللي انت مش قايل حاجه لعيبتك. لما كل الناس تكون شايفه ان شوبير افضل من الشناوي وانت تطلع تقول لك لا، لاعب ده في الدوري المصري ولاعب ده في افريقيا، يبقى انت عندك مشكله. لما كل الناس تجتمع ان تريزيجيه تعبان والراجل جايب اخره من بعد ما رجعنا من افريقيا، وانت مصمم برضه ان انت ما تعملش روتيشن وتلعب برضه لحد اما الراجل اتصاب، وقبلها برضه عندك زيزو اتصاب. يا باشا ما ينفعش بالعم لو برجل واحده يلعب على اللي اسمه كوكا. النهارده كوكا فضيحه يا باشا، الناحيه الشمال يا باشا ميته معدومه. يعني كريم النهارده نزل شويه احيا لك الجنب الشمال شويه. ما ينفعش يا باشا يبقى انت عندك واحد زي بالعمري حتى لو مش في مستواه، حتى لو جاي غصب عنك. بص لو برجل واحده ما ينفعش يا باشا. اي حد ممكن يلعب على كوكا، ابن اختك ممكن يلعب على كوكا. ارحمنا بقى من السويتش اللي انت عامله لنا بين بن شرقي وبين تريزيجيه. ما تحط يا باشا الناس في اماكنها يا باشا، ما توجعش قلبنا. الراجل بيعرف يدي في الشمال، انت قافش ليه يمين؟ انت بتعمل حاجات مخليانا اقول عليك اللي انت رايح في داهيه بجد والله. احنا لبسناك. انا مش عارف العين اللي في الاهلي بقى لها فتره، يعني احنا عاملين نعيب على الزمالك ونقول جون ادوارد، ده احنا طلعنا انقح من جون ادوارد بجد والله العظيم في الصفقات اللي عمال تخسرنا ملايين وما بنتكلمش. دعم يا باشا دعم. المدربين اللي كل شويه عمالين تجيبوا لنا مدربين مجهوله الهويه، دعم يا باشا دعم. بس وبعدين ما انا مش هفضل ادعم معاك في الغلط برضه. هاجي عند حته معينه يا باشا ويبقى هذا فراق بيني وبينك. انتوا يا جدعان بتعكوا، انتوا بقالكوا سنين بتعكوا يا جدعان. النهارده اول 20 دقيقه 3 4 تجوان داخلين فيك مرتاح. انت النهارده تطلع بسكور ولا بتاع سان داونز بجد والله العظيم ثلاثه. اول 20 دقيقه بس كانت كفيله تعمل لك فضيحه. حتى لو كنت اتاهلت، بن رمضان بقى علامه استفهام كبيره جدا على بن رمضان. انا مش عارف يا جدعان بجد الراجل ده مشكلته ايه. انا مش عارف الراجل ده في ايه يا جدعان. مفيش خالص يا جدعان. بن رمضان مش معانا بالمره. الراجل لحد دلوقتي انا بالنسبه لي ما تعاقدتش معاه. مش ده، لا انا ما اعرفوش الراجل ده، انا ما اعرفوش. مش ممكن. حتى الكوره اللي جات له جوه ال 18 حطها بطريقه غريبه جدا. مش ممكن. اداء الاهلي باهت ممل ملوش طعم. ما انتش عارف، ما عندكش الشراسه الهجوميه، لعيبه مش واقفه في اماكنها، تمركزات غلط، باصات كتير غلط، ميس باص كتير قوي عندك. مفيش هجمه مرتده بتكمل، مفيش جمله انت شفتها اتعملت قدامك مرتين ثلاثه فانت حاسس ان في حاجه جايه. مفيش يا باشا، ما عندكش اي حاجه خالص. الاهلي بقى بلا ملامح بلا هويه والله العظيم ثلاثه. اي فرقه الوقت بتلعب عليك المذيع بيقول لك انت من 2005، من 2005 ما كسبتش في الجزائر، من 2005. انت فاهم الرقم عامل ازاي؟ الاهلي بقى مستباح. دفاع الاهلي يا باشا شوارع. ده يبين لك ان انت ما عندكش تمركزات صح. حتى لما بتروح بهجمه مرتده انت مش عارف تعمل ايه. بنقف على الهجمه ونلف ونرجع مفيش يا باشا، ما عندكش مفيش، مش موجوده. انا بالنسبه لي يا جدعان طبعا مبسوط ان احنا اتاهلنا لدور الثمانيه، بس لا خالص يا جدعان. ده اداء يخوفك، ده اداء يخليك ما انتش قاعد مبسوط. او انا يا عم بتفرج على الاهلي ليه يا عم؟ علشان اتبسط وعشان اتمتع، مش عشان انا اشوف الاداء والحاجات دي كلها. صعب جدا، اداء وحش جدا، اداء باهت جدا والله يا جدعان. واحد قاعد ملان زهقان قاعد بتفرج كده ماليش نفس. يا جدعان انا ما حسيتش النهارده ان احنا رحنا بكوره او اتنين خطر. هات لي كده حاجه انت رحت على الجون مش هتلاقي حاجه. هات لي شوطه من بعد 18 لبست في حته مش هتلاقي حاجه. هات لي جمله، هات لي حد عمل حاجه. الاهلي بصراحه يا جماعه في اوحش مراحل ليه بجد والله العظيم ثلاثه. من حته الاداء مش عاجبه كمان، يعني عايز اقول لك من حته اللعيبه، من حته التعاقدات، من حته الصفقات. مش عايز اقول اداريا برضه عشان يعني ما عممش الدنيا. بس لا انت عندك مشكله يعني. لا الاهلي فيه مشكله يا جماعه كبيره جدا ومش عارف حلها ايه. مش عارف حلها العين اللي بتجيب ولا الاداره اللي نايمه على دماغها ولا في سمساره بتحصل ولا ايه. انا مش عارف والله العظيم كده. بس اللي انا فاهمه ان مش ده الاهلي. اللي انا عارفه ومتاكد منه مش ده الفريق الواحد قاعد بيشجعه وبيحبه. مش ده الفريق الواحد كان بيقعد قدامه يتمتع ويستمتع. مش ده خالص. ده مش الاهلي بتاعنا. وحاسس ان احنا مع المدرب ده يبقى عندنا الاسوأ. احساسي والله اعلم يعني. ربنا يستر يا جدعان على اللي جاي.